بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. أحداث الجولة 34 من دوري نجوم العراق. الشرطة الوصيف ب70 نقطة يضيف الغراف الرابع عشر ب39 نقطة. مباراة العودة إلى المنافسة من جديد بعد تغيير الكادر الفني لفريق الشرطة. ذهب مؤمن سليمان وتم الاتيان بالمدرب السيد أحمد صلاح علوان في هذه الفترة لاستعادة ما حدث من سيناريو في موسم 2023 أو في موسم 23-24 عفوا، عندما خطف الشرطة اللقب من القوة الجوية بالأنفاس الأخيرة. بالنهاية الأمة الشرطاوية حاضرة هنا في ملعب القفص، الشرطة على ملعبه في الأرض المحببة، جماهيره هنا حاضرة. نظرة هنا في هذا الملعب ونظرة في ملعب الجولان ومباراة القوة الجوية والقرمة التي تتزامن مع هذه المباراة. الغراف يحل ضيفا في هذا اليوم، حوار ما بين الحكم السيد محمد طارق أحمد والكابتن السوري السيد أو لاعب المحترم اللاعب القدير محمود المواس. هنا جماهير الغراف التي قاطعت مئات الكيلومترات من الجنوب من دقار الحبيبة واصلة إلى بغداد لتشجيع فريقها في هذه المباراة المهمة. مواجهة محلية من الناحية الفنية ما بين المدربين أحمد صلاح في مواجهة قحطان كثير. إذن الكل ينتظر عداد الوقت من أجل الانطلاق والبداية والإعلان عن بداية هذه المواجهة. الحكم السيد محمد طارق أحمد يدير الأحداث رفقة أحمد صباح قاسم وأدهم عيسى ومحمد طه حكما رابعا، علي حسين علي وعلي فاضل المهدي في غرفة الVAR. الكرة دارت في أرضية الملعب والعودة إلى الخلف، بداية الأخضر للطرب اليوم في ملعبه وما بين جماهيرهم هنا في استاد القفص. وكما قلنا الأنظار كلها تذهب هناك إلى الأنبار وما يجري في ملعب الجولان. ومباراة المتصدر هي أهم نظرة يلقيها المشاهد في هذا اليوم، ومن ثم الاعتماد على بقية النتائج. إذن كرة تلعب الآن في الخلف. تشكيل الفريقين نبدأ من الضيوف الغراف إبراهيم عالم الحارس السوري في مرمى أبناء سومر، وحسين طارق على اليمين مع أحمد ناظم على اليسار، فابريس أوغوبوتشو وسلمان بانجا في قلبي الدفاع، حسن داخل، عباس فوزي، أمير عبد الله في وسط الملعب، حسين فالح، مقتدى سعد، فيدلس كوكو في الهجوم. هذه محاولة لأحمد يحيى مفاتيح الفوز على نوروزهم المدافعين، وهذه أول محاولات المدافعين نقلت باتجاه الكاميروني أتيبا، ولكن كرة وصلت مباشرة في المنطقة القريبة من مرمى فريق نادي الغراف، وحكم المباراة أقر بمخالفة. سلامات لأمير عبد الله، لاعب وسط مميز من الأسماء والركائز المهمة في فريق الغراف في هذا الموسم. في الجهة المقابلة نشاهد هنا الإعادة عبد الرزاق قاسم، والذي حدث في اللقطة ما بين حسن داخل وما بين أيضا اللاعب أمير عبد الله. سلامات لما جرى في الجانب المقابل. هنا سيد قحطان كثير ثاني زيارة إلى هذا الملعب، سبق في هذا الموسم أن أتى هنا وخسر أمام فريق الشرطة بهدفين مقابل واحد. هذه الأفراح تأتيك مباشرة لأن القرمة عن طريق ابنهم البار ابن الشرطة سجاد جاسم يسجل الهدف الأول في مرمى القوة الجوية، وهذا الذي يتفائل كثيرا بإعادة السيناريو 23-24 السيد أحمد صلاح علوان. إذن القوة الجوية قبل أن تتم الدقيقة الأولى يتلقى هدف هنالك في ملعب الجولان، ويتقدم فريق القرمة بهدف مقابل لا شيء. إذن أفراح من أجل زيادة الضغط والقوة الجوية. الفريق الذي كما يعلم الجميع أنه اعتاد على لعب خاسرا بهدف مقابل لا شيء في أغلب مبارياته. إذن هنا الكرة التي تصل في وسط الملعب، حسن أحمد في مرمى فريق الشرطة، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، منافي ونسروان الأمين في خط الدفاع، عبد المجيد أبو بكر، فهد اليوسف، عبد الرزاق قاسم، وأيضا حسين علي جاسم، ليونيل أتيبا، محمود المواس. هذه الخيارات في الوسط والهجوم
تواليا، هتافات كلها. الآن مباراة تلعب هنا ومباراة في الجولان، وهنالك سيناريو رائع جدا على الصدارة ما بين الجارين يعود من جديد للمنافسة. هنا مناف يونس يحاول من الخلف لعب الدولي، لعب الذي تأهل مع منتخبنا الوطني إلى مونديال كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. وهنا الكرة التي تلعب، المحاولة من حسين علي جاسم. فهد اليوسف السوري الشيخ الكبير في وسط الملعب الذي عودنا على تقديم مستوى رائع جدا. هنا الكرة التي تلعب في هذه اللحظات، عبد المجيد تلعب من الخلف إلى مناف يونس. مناف يحاول وعبد المجيد ينتظر. كرة في الوسط، حسين علي جاسم في انتظار عزف السيمفونية للقيثارة المعهودة. القيثارة الآلة التي عرفت هنالك في سومر في الحضارة السومرية. اليوم ضابطي الإيقاع في بغداد، عازفي سيمفونية الأفراح والبطولات، يضيفون أهل التاريخ، يضيفون الفريق السومري. كرة تلعب إلى الأمام ولكن تصل عند حسن أحمد. الكل يترقب الآن مباراة في بغداد ومباراة في الأنبار، والكل أنظار على المباراتين في بلادنا الحبيبة. تعود الكرة وتصل من الخلف، عبد المجيد يبحث عن زميل، من الأقرب. الكرة واصلة في هذا المكان، تعود مرة أخرى، عبد المجيد ينتظر زميل من الخلف. الكرة إلى عبد الرزاق قاسم، محاولة فتح الخطوط الآن، ضغط من جانب فريق الشرطة للخروج من هذا الضغط الذي يعمل فريق، أو التكتل الدفاع الذي يعمل فريق الغراف. إذن اعتمد هدف القوة الجوية واصبح الهدف بشكل رسمي، في انتظار هدف، في انتظار فرحه. هنا حسين علي جاسم يلعب الكره واصله، الفرصه الان، يا سلام من اجل الخامسه، يحاولون شيئا فشيئا ويوصلون الهدف الاول عن طريق عبد الرزاق قاسم. فرحه شرطاويه في هذه اللحظات. لاحظ هنا الامل يعود شيئا فشيئا، وملامح ريمونتادا من اجل الصداره ترسم بأحرف من ذهب من هذه الأقدام. تهيأت كرة رائعة. الشرطة الفريق الذي عودنا على أن لا يضيع أنصاف الفرص، الابن البار عبد الرزاق قاسم يريدها خامسة له شخصيا وخامسة تواليا لأغلب لاعبي الفرقة وما اشتاقت إليه الأعين. هنا كرة تهيأت من سعدون وعبد الرزاق على يسار عالمة، كرة زاحفة رائعة فتح بها الجهة اليسرى للحارس السوري ليسجل الهدف الأول للشرطة. إذن القيثارة يتقدم، وهنا في انتظار تأكيد الهدف. أفراح رائعة، أفراح عارمة، وفي انتظار خسارة الجار، كل ذلك منتظر الآن. كرة تلعب في هذه اللحظات من خلال الإعلان عن الصافرة التي سيطلقها سيد محمد طارق أحمد. هنا جراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني الأسترالي الذي وضعته القرعة في بطولة كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية رفقة بلاد أستراليا وسنغافورة وطاجيكستان. هذه كرة تلعب الآن، محاولة تصل، والكرة لا زالت في هذه اللحظات إلى خارج أرضية الملعب. أحمد يحيى، هدفين لمدافعين في مباراة نوروز. هذا ما سجل في الشمال مع هدف بولي سامبو، الثلاثية التي فاز فيها الشرطة. حسن أحمد، كرة عالية، مناف يحاول، كرة لا زالت الغراف يريد العودة إلى المباراة. حسن داخل وأمير عبد الله يقف على الكرة. هنالك تدخل حكم المباراة لا يقول شيء. محمد طارق كان قريب، وفهد اليوسف يحاول التغيير في اتجاه اللعب. محمود المواس دائما وأبدا خلف الكرات. هنا الكرة التي تعود مرة أخرى في حيازة فريق نادي الغراف. في الوسط أمير عبد الله يحاول مرة أخرى في انتظار زميل. كرة تلعب على الطرف الآن، فابريس أوغوبوتشو يعود إلى الخلف، ومحاولة لا زالت الآن، وصلت إلى حسين علي جاسم يحاول مرة أخرى. الفرصة تصل الآن في وسط الملعب، افتكاك الكرة من جانب لاعبي الشرطة، رائع التدخل وحسين علي جاسم في اللحظة الأخيرة. بينما هنا المحاولة، محمود المواس ينتظر الزميل، يحاول مع فهد اليوسف، ثنائية سورية، ثلاث لاعبين من سوريا في أرضية الملعب. إبراهيم عالمة حارسا للغراف، وفهد اليوسف مع محمود المواس في الكتيبة الخضراء. كرة تعود
وفرصة تصل الآن في هذه اللحظات. مناف يونس يحاولون مرة أخرى، ينتظرون الوصول وتأكيد الانتصار من أجل تقليص الفارق. 4 نقاط مع تبقي مباريات صعبة للقوة الجوية. سيضع الفريق الأزرق نفسه في نفق مظلم، لأنه سيواجه الطلبة ومن ثم الزوراء، بعد ذلك نفط ميسان وزاخو في ختام الجولات المتبقية. ما بين لقب منتظر من جانب الشرطة وأيضا محاولات لاستعادة الدوري من الجار من جانب القوة الجوية. على ذلك تسير المباريات في الدوري هذا الموسم. عبد المجيد يلعب كرة من الخلف، فهد اليوسف ومناف، محاولات مناورات وحديث، عودة إلى الخلف. أحمد صلاح في المباراة الثالثة يريد مواصلة تقديم العطاء. تعود المحاولة، الكل اتفق على أن المدرب رفع الضغط عن اللاعبين. مدرب مؤمن سليمان شخصية كبيرة، لكن تفاؤل كبير مع أحمد صلاح الوان. عودة من الخلف، الغراف وكرة تدفع باتجاه الخطوط الأمامية. مباراة الذهاب هنالك في ملعب الناصرية انتهت بهدف مقابل لا شيء، سجله الواضح أمامكم ليونيل أتيبا. وهذه الكرة التي تلعب مرة أخرى. حسين طارق يلعبون كرة في الأمام، عملية المرور لكن تدخل ومخالفة لصالح النيجيري. فيدل اسكوكو هداف الفريق ب16 هدفا، وقائمة الهداف يتصدرها الأوزبكي شيرزو تيميروف من إربيل. هنا واضح أمامكم محمد طارق قائد المواجهة، وهذه كرة وعودة إلى الخلف. كرة من الخلف الآن، تعود مرة أخرى. حسين علي جاسم، ريوان الأمين. جماهير تتفاعل، جماهير تريد مواصلة الأفراح، تبحث عن الخامس تواليا. وهنا كرة تلعب مرة أخرى تصل في الخطوط الأمامية. ليونيل أتيبا، دم بالروح، الدوري لما يروح، شعار اعتادوا عليه. هنا كرة من الخلف، محاولة تصل مرة أخرى إلى أحمد يحيى. يحيى في كرة ومحاولة. حسين علي جاسم لعب الكرة، أحمد يحيى والمواس. محمود يحاول الكونتر اتاك، ولكن استعادة الكرة سريعة تأتي الآن. المدرب المصري السابق مؤمن سليمان يقود القرمة، والأمور سائرة معه بهدف مقابل لا شيء على القوة الجوية، على الجار، على الغريم، على المنافس. سيناريو موسم 97، كل مشجع جوي لا يريد أن يتذكر هذا السيناريو وهذا الموسم ولا يعود به. هنا الكرة التي سجل من خلالها الهدف. مصطفى سعدون عبد الرزاق كان بالانتظار ليضع الكرة في المرمى. الهدف الأول للشرطة كان بقدم عبد الرزاق قاسم، عنده هدف على نفط ميسان، والآن يسجل في مرمى الغراف. هذا عبد الرزاق، اللاعب الذي مثل المنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، كان قائد المنتخبات الوطنية في الفئات العمرية. والنتيجة سائرة على 1-0 هنا 1-0 هناك. حسن أحمد حارس المرمى، خليفة أحمد باسل حاضر المباراة الثانية تواليا. 6 مشاركات لحسن أحمد، 3 مرات خرج بكلين شيت. ضربة حرة مباشرة الآن. هل يدرك الغراف طريق التعادل ويصل إلى معادلة النتيجة من خلال هذه الكرة الثابتة الآن؟ كرة عالية تلعب في منطقة الجزاء والخروج. فيدل اسكوكو نسر نيجيريا يحاول، ولكن عادوا الآن بالمرتدات وبحرب المرتدات. المواس وحسين علي جاسم يتقدم في هذه اللحظات، ينتظر أتيبا والمحاولة من أجل الوصول. لاحظوا هنا الكرة التي سرعان ما استعادها
حسين طارق حتى عادت مرة أخرى. التذكير فإن لا مؤمن سليمان ولا حيدر عبيد حاضرين في المباراة، الذين دربا في مباراة الذهاب بكوادر فنية جديدة في الإياب للفريقين. هذا محمد طارق، والكل الآن يسير وفق تعليمات حكم المباراة. هذا حسن أحمد تصدى لكرة التعادل بطريقة رائعة، كان قريب من العودة فريق الغراف، ولكن حسن كان حاضر. عودة مرة أخرى والكرة تنقل إلى عبد المجيد بوبكار، في كرة تلعب مرة أخرى. عبد الرزاق قاسم يغير في اتجاه اللعب، لا زالت المحاولات لصالح نادي الشرطة. فرصة أحمد يحيى مرة أخرى تعود إلى فهد اليوسف. فهد مع مناف في كرة من الخلف، مناف الوافد من الكرخ قبل 4 مواسم وصل إلى هذا البيت بطلا للكأس وسطر الدوري وسوبر. هنا كرة ومحاولة تلعب من مناف فهد اليوسف، يحاول عبد المجيد يعيد الكرة إلى الخلف في اتجاه حارس المرمى حسن أحمد. عاد فريق الشرطة للخلف قليلا لاستدراج فريق الغراف. أتيبا سلمون مع فابريس، الثنائي الذي يقود قلب الدفاع والتأمين دائما وأبدا من إحسان عبد الله. تعود الكرة، اعتماد على الأسماء الشابة، مقتدى سعد وحسين فالح. اسماء يدفع بها بيب جوارديولاجيس هكذا، وعلى خطى بيب في الريمونتادات، في خطف البطولات، في فرض الشخصية. يسير أحمد صلاح علوان من جديد. هنا كرة تلعب إلى الأمام تدفع، ولكن تدخل دفاعي من جانب لاعبي فريق نادي الشرطة. تعود الكرة مرة أخرى، المواس، النمس، الغيرة، الكرينتا، كل ذلك يتمثل بمحمود فتى السوري الذي أكل الأخضر واليابس مع الشرطة. عادت كرة مرة أخرى، تمريرة تلعب، حاولت الخروج بالكرة، لا زالت حسين يلعبها إلى الأمام، والمحاولة عند لاعبي الغراف. يحاول عباس فوزي، حكم المباراة يقول مخالفة للشرطة، هكذا قال محمد طارق أحمد. لاحظ واضح المخالفة، كان حكم المباراة قد حق في المخالفة الأخيرة، هي باتجاه أحمد يحيى، تنافس على الكرة، لكن سحب القميص والشد الأخير والذي كان السبب في أن المخالفة ذهبت باتجاه فريق الشرطة. فهد اليوسف، عبد المجيد من جديد، عبد المجيد محاولة إيجاد منفذ مرة أخرى الآن عند فهد اليوسف. مناف وحسين علي جاسم، ثنائية وعودة إلى الخلف. عبد المجيد التأمين، تغيير في اتجاه لاعب سريع باتجاه عبد الرزاق قاسم صاحب الهدف، محاولة الدخول، والحكم هنا لا يقول مخالفة في هذه اللحظة. لحظة العودة إلى الخلف، وحسين فالح يحاول التأمين، ضخ الدماء جديدة، اعتماد على أسماء. محاولة التأمين من حسين فالح الذي يعتمد عليه في هذه المباراة، عدم إعطاء مجال لمرور مقتدى سعد. عودة من الخلف الآن كرة ومحاولة تلعب في هذه اللحظات. مناف يونس، أنغام شرطوية في المدرجات، يواصل من خلالها الجمهور امتاع نفسه وامتاع المشاهد. عودة للخلف، هتخرج جميلة، ولكن إبعاد الكرة في آخر لحظة إلى خارج أرضية الملعب. روح جديدة بثها المدرب أحمد صلاح، هذا قحطان جدير، تجربة مع نجف هذا الموسم ومحطة جديدة مع الغراف تكتب في سجلاته. أدت من الصناعة
طلبة مع القوة الجوية، درب النجف قحطان. كرة تعود مرة أخرى، إذا كلاهما دربا المنتخبات الوطنية في الفئات العمرية، الناشئين والشباب. قحطان كثير، وأحمد صلاح مدربة لمنتخب الشباب. هنا الكرة، المحاولة والفرصة لا زالت لصالح فريق الشرطة الآن من أجل الهدف الثاني. يقفون في مكان في خطورة كبيرة، وفهد اليوسف أراد استعادة الذكريات الماضية. لم يكن معهم في بداية الدوري فهد اليوسف، لكن سرعان ما احتاجوا شخصية فهد تمت إعادة هذا اللاعب إلى الفرقة. عودة وكرة في التقدم إلى الأمام لصالح فريق الغراف، البحث عن فيدريس كوكو الغائب. وهنا أحمد يحيى. دفاعات الشرطة دفاعات متماسكة، أكيد سيعاني فريق الغراف إن أراد الوصول إلى مرمى حسن. حسن أحمد، التمرير من الخلف، يواصلون عملية التقدم إلى الأمام. فيها فرصة وفيها كرة. عودة الريوان الأمين، أتيبا في كرة إلى المواس، والكرة التي تلعب الآن يحاولون من خلالها لاعبي فريق الشرطة. عملية البحث متواصلة، وحسين علي جاسم يبحث عن زميل، يلعب الكرة باتجاه محمود المواس. النمس يلعب الكرة المواس، ولكن لم يكن أحد موجود لاستلام هذه الكرة التي لعبها المواس. مخالفة على عبد المجيد في هذه اللحظات. تشاهد الأحداث كرة مرة أخرى. تلعب إلى الأمام، الرأسية حاضرة الآن، فرصة للتعادل. ضاعت في هذه اللحظات. يا عباس يا فوزي، الكرة ضائعة. لاحظون الكرة التي وصلت فيدريس كوكو، الرأسية حاضرة، وعباس فوزي وصل سدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. كان قريب من هز الشباك، كان قريب من مرمى حسن أحمد، لكن نجاح لم يكتب. عودة إلى الخلف مرة أخرى. في حيازة فريق الشرطة الريوان الأمين. العودة مرة أخرى، كرة تلعب، ولاحظ من الخلف تلعب هذه الكرة. محاولة حاضرة الآن فهد اليوسف، الاعتماد على الكرة الطويلة، كنترول حاضر، إعادة الكرة من جانبه عبد الرزاق مصطفى سعدون. تحركات باللا مركزية. يا عبد المجيد، أسد نيجر، المينا يمر، والكرة تلعب الآن إلى نصر قاسيون، ولكن صورة لم تكتمل، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. إذن لاحظ هذه الكرة، عبد المجيد حاول ومر بشكل رائع من جانب حسن داخل. لاعبين في مركز واحد، والتفوق كان رائع لعبد المجيد في الكرة الأخيرة. بوبكار حاضر أمامكم، يواصل للموسم الخامس تواليا. وصل من السفانة، عنصر الأهم، جوكر الذي كان سبب في الفوز بالعديد من الألقاب، كان سبب في حسم المباريات الكبيرة. عبد المجيد، عبد الرزاق قاسم، يحاول عبد الرزاق في انتظار زميل، يمر في الأولى صاحب الهدف، يغير في اتجاه اللاعب الآن، تلعب إلى حسين علي جاسم، لاعب مهاري يحاول مرور، قد يسدد، يا سلام، ولكن كرة وصلت مباشرة إلى إبراهيم عالمة. السوري كان في الموعد، وهذا الكابتن حسن داخل.
لاحظون الكرة التي وصلت في اللقطة، وحسين علي جاسم فتح الطريق، لكن إبراهيم عالمة بتوقع رائع من حارس المرمى. كرة ومحاولة، وأحمد يحيى يلعب كرة، عبد المجيد إعادة الكرة في الخلف، ريوان الأمين، كرة على الجهة اليمنى، مصطفى سعدون يحاول التقدم إلى الأمام وإعادة البناء الآن من جانب ريوان ومناف. تقدم مصطفى، الكرة وصلت الآن، عبد الرزاق أخذ مكان إلى المواس، محاولات وكرة تلعب، عبد المجيد تنقل كرة في الأمام، ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب. ذهبت هذه المحاولة إلى رمية جانبية. القرمة يضيف الثاني في مرمى القوة الجوية، الأفراح في المدرج تشتعل من جديد. القرمة يضيف الثاني بطريقة رائعة جدا عن طريق أموري فيصل. ولمن يتابع هذه المباراة عليه أن يصغي دوما إلى أصوات جماهير الشرطة حينما يأتي كل هدف. فيديلس كوكو، عملية تقدم إلى الأمام من أجل التعادل. الكرة وصلت الآن، فرصة حسين طارق، دعوات من أجل العودة، هذه فرصة الآن. يا سلام يا سلام على كرة سددت. لاحظونا فهد اليوسف، مخالفة لفهد اليوسف كما يقول حكم المباراة، كان قريب من اللحظة التي حدثت فيها المخالفة. على أفراح في جنب وأحزان في جنب آخر. دراما تجري في الرصافة لمن لم يذهب إلى الأنبار، يصغي ويسمع الصوت من ملعب الجار ويرى الحسرات موجودة في بيته على أن العودة قد تكون قريبة. مباراة إثبات الذات لمؤمن سليمان. سلامات لحسن أحمد. يعني جماهير الشرطة لا تتفاعل مع الأهداف التي يسجلها الفريق مثلما تتفاعل عندما يسجل في مرمى القوة الجوية. كرة تلعب إلى المواس، المواس يحاول فهد، عادت الكرة على الجهة اليسرى، أحمد يحيى، من جديد فهد اليوسف، حسين علي جاسم، المواس وأحمد يحيى، عبد المجيد يحاول، ينتظر زميله عبد الرزاق قاسم، كرة عالية في الأمام، أحمد يحيى، أحمد يمر، أحمد يحاول يلعب كرة لكن يحصل على ركنية، في لحظة يحصل فيها على ركنية أحمد يحيى. وضغط الآن، عملية تقدم إلى الأمام من جانب لاعبي الشرطة. كرة في منطقة الجزاء، أحمد يحيى يلعبها عالية ومن أجل هدف ثاني. الفرصة والكرة تمر الكرة في هذه اللحظات. الكرة واصلة عند إبراهيم عالمة، اعتمد الهدف مرة أخرى، أصبح التأخر بهدفين مقابل لا شيء. لاحظ العودة إلى الخلف الآن، حسن داخل، كرة فيها تمرير، حسين فالح يوجد نفع نظام اللعب الذي يعتمد عليه السيد قحطان كثير في هذه المباراة وأمام فريق بحجم الشرطة. مناف يونس، حسين علي جاسم، عودة إلى الخلف مرة أخرى، أحمد يحيى، حسن أحمد وفيديلس كوكو، رأسية حاضرة الآن، فهد اليوسف، المواس يحاول تلعب باتجاه عبد الرزاق لكنها خاطئة.
عادت الكرة مرة أخرى، تلعب محاولة عالية، استلام لف ودوران، ولكن إعادة الكرة في الخلف الآن. ضبط الإيقاع والتقدم إلى الأمام. دوري مشتعل وهو ينفذ المفاسة الأخيرة. هنا الكرة التي تلعب وتعود مرة أخرى إلى عبد المجيد فهد اليوسف. إعادة الكرة الآن. تلعب الكرة بعيدة باتجاه محمود المواس. محمود يتقدم في هذه اللحظات. الشرطة باحثا عن الثانية الآن. كرة تلعب بذات السيناريو، كاد أن يعود الهدف الأول، ولكن بيقطع معاكسة من عبد الرزاق إلى مصطفى سعدون. كرة سريعة الآن إلى فريق الغراف. محاولة للسومري، عملية التقدم إلى الأمام، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى خارج أرضية الملعب. إعادة الكرة في الخلف مرة أخرى. تلعب الآن عباس فوزي في انتظاره التقدم لحسين طارق. فرصة التعادل الآن. المحاولة تلعب الآن. حسن داخل، صاحب قدم قوية، يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. محاولة حسن داخل الأخيرة. تشجيع من جانب لاعبي الغراف ومدربهم السيد قحطان كثير. لحظة ثنائية ومصطفى سعدون سدد، لكن إبراهيم عالمة في اللحظة الأخيرة. ما بين أحلام الشرطاوي وأحلام الجوي، الأمور تسير باتجاه الأخضر في هذا اليوم. فهد اليوسف، حسين علي جاسم، أحمد يحيى يلعب الكرة العالية. اتباع رأسية، أراد أن يفعل زيارة في الإياب مثل ما فعلها في الذهاب. محاولة من أتباع، كرة في الخلف مرة أخرى. لا زالت المحاولة عند لاعبي فريق نادي الغراف، ينتظرون السومري. كرة في الوسط. المواس يحاول إعادة الكرة مرة أخرى إلى الحارس السوري إبراهيم عالمة. يحاولون مرة أخرى من جديد لاعبي الغراف. عودة إلى الخلف، تنقل الكرة إلى الأمام. سيناريو مشهود وتدخل ومخالفة لصالح لاعبي الغراف. هذه الكرة والمحاولة الآن في الوسط. عملية التمرير في وسط الملعب. كرة تلعب فيها تغيير في اتجاه اللعب باتجاه الجهة اليسرى.
من هذه الجهة قد يفعل الغراف عملية المرور، لكن الكرة طالت على مقتدى، وإعادة الكرة مع تسديدة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة أخرى وحسن داخل. سلامات لحسن، احتكاك في لقطة. لا زالت المطالبات. أبو بكر لاعب الدولي وجراهام حاضر. محمد طارق يوضح ما حدث. حسن سدد وعبد المجيد بعد الحماية تداخل مع حسن. جماهير الشرطة تترقب حاضرة. سلامات لحسن داخل. استمرار الأحداث في هذه المباراة أيها الأحبة. 1-0 حتى الآن لفريق الشرطة أمام الغراف. تلعب الكرة من حسن أحمد. بداية اللعب من حارس المرمى سريعة عند عبد المجيد. عبد المجيد الذي يتقدم إلى الأمام، يحاول ويبحث عن زميل، يعيد الكرة في الخلف. مناف يونس، مناف وعملية اللعب حارس المرمى حسن أحمد يشارك في الهجوم. محاولة الخروج بالكرة وبداية اللعب من الخلف دائما وأبدا هي من اختصاص فريق الشرطة في دورينا. هوية مستمرة. إعادة الكرة الريوان الأمين. فرصة وعبد الرزاق يتقدم إلى الأمام صاحب هدف التقدم حتى الآن. 10 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي. 1-0 حتى الآن. فهد اليوسف. فهد يحاول ينطلق. الفهد يتأنى قليلا حتى وصل عبد الرزاق في انتظار فتح الجهة على شاكلة أخرى. عبد الرزاق يلعبها باتجاه الأمام للبحث عن ليونيل عتيبة، لكن عادت إلى فيدلس كوكو. وحيدا ماذا سيفعل كوكو في انتظار الزيادة العددية من لاعبي الغراف؟ أمير عبد الله. تغيير في اتجاه اللعب. لا زالت الكرة لصالح فريق الغراف. الآن قد نشاهد الهدف الأول من هذا المكان. أمير عبد الله، بس فوزي كان يطالب بالكرة ولكن في النهاية فقدها لاعبي فريق الغراف. فهد اليوسف بشكل رائع يحاول إرسال الكرة إلى الأمام. عبد الرزاق قاسم. عبد المجيد. هاتوا خذ. من الخلف سلمون. التقدم ليونيل عتيبة يحاول، لكن فابريس ممتاز. حوار توغولي كاميروني في الكرة الأخيرة. تلعب الكرة والمحاولة تنقل عالية إلى الأمام. محاولة الوصول وعملية التقدم من جانب لاعبي الغراف دائما وأبدا. تلعب الكرة عالية في الأمام. محمود المواس من أجل هدف الحسم الآن للسادس والسبعين. محمود يحاول وفي انتظار التمرير، والكرة التي تلعب في هذه اللحظات ضاعت من جانب لاعبي الشرطة وبالذات من محمود المواس. يبحث عن هدف السابع السادس والسبعين مع الشرطة. هنا الكرة والمحاولة التي تلعب الآن من الخلف مرة أخرى في انتظار التقدم. في الوسط الآن عند لاعبي الغراف. قحطان كثير
عليه مراجعة أوراقه في فترة ما بين الشوطين. الأداء ليس هو الأداء، الفريق لم يسجل ذلك الحضور أمام الشرطة. وهنا إعادة الكرة، فهد اليوسف، فهد وكرة تلعب من جديد. الشرطة من الخلف والقيثارة بأخبار جميلة. لا زال يتقدم الفريق الأخضر بالهدف الذي سجل في بداية المباراة. الريوان الأمين، فهد اليوسف، هنا محاولة وحسين علي جاسم، تصل هذه الكرة مصطفى سعدون. عملية التقدم في هذه اللحظات، الفرصة الآن لصالح فريق الغراف، تنقل إلى الأمام، البحث عن فيدلس كوكو، ولكن الكرة تصل مباشرة عند حسن أحمد. هذا فهد اليوسف، وهنا الكرة التي تلعب لفريق الغراف في الوسط. نقترب من ال5 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وهنا كرة عند فيدلس كوكو، يستلم كرة، يحاول ويتقدم. التسديدة من جانب حسين طارق، الكرات البعيدة كانت بعيدة المسار عن مرمى الحارس حسن أحمد. ينهض فيدلس الذي يعتمدون عليه كثيرا في الهجوم لاعبي الغراف. هنا الكرة التي تدخل فيها سلمون في آخر لحظة. محمود المواس، كرة خاطئة الآن تصل لصالح فريق نادي الغراف. فيدلس في المكان الذي يعشقه فيدلس، يحاول فيدلس، ينتظر زميل، هنالك سقوط وهنالك انتظار. الله الله، مقتدى سعد كان قريب وكان ينظر إلى أن القرب من أن يسدد ولا يمرر، وسدد كرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هنا حسن داخل، والمحاولة التي وصلت فيدلس فتح طريق، مرر إلى مقتدى، سدد في اللحظة، مرت إلى خارج أرضية الملعب، قريبة والله من مرمى حسن أحمد. شيئا فشيئا فريق مثل الغراف يرهقك في محاولاته. هذا فهد اليوسف، عملية التقدم إلى الأمام، فهد وكرة تلعب للثاني. ضاعت الكرة على اتباه، وضاعت المحاولة على ليونيل. اوفسايد، تسلل في اللقطة على ليونيل اتبا، والتسلل في المباراة. ندخل 5 دقائق الأخيرة من الوقت الفعلي. كرة العودة والمحاولة مرة أخرى على الطرف، لكنها إلى خارج أرضية الملعب بعد التمرير الأخيرة. هذا اتبا، رمية جانبية ستنفذ في هذه اللحظات. تلعب سريعة، استعادة الكرة من جانب لاعبي الغراف، عملية التقدم الآن. حسن داخل إلى حسين طارق، تلعب الكرة في منطقة الجزاء، محاولة الوصول، لكن الوصول عند فهد اليوسف. لمحة رائعة من فهد، لاعبين السوريين في دورينا ذكرياتنا رائعة مع العجان. هذه الكرة وصلت إلى الخلف مع زاهر ميداني،
عمر كريبين. تعود الكرة مرة أخرى في الوسط ما بين الشرطة والغراف، حائرة. تعود المحاولات للغراف، عودة إلى الخلف مرة أخرى. هذا سلمون الشرطاوي السابق، وهذا فابرس وليس سلمون. كرة تلعب في اللحظة، تعود إلى الخلف مرة أخرى. محاول الآن عندها حسن داخل، حسن ينتظر زميل، أعاد الكرة في الخلف حسن. سلمون محاولة المرور ممتازة، تاكلينج رائع، وفرصة هدف الآن، فرصة هدف يا أمير يا عبد الله. تعود الكرة مرة أخرى للغراف فيدلس، ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. كرة وتدخل في التاكلينج، هل أصيب عبد المجيد؟ هنا المعاناة. ثواني أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. إذن 1-0 حتى الآن للشرطة على الغراف. سلامات لعبد المجيد، عنصر مهم في فريق الشرطة. دقيقة واحدة وقت مضاف يعطيها حكم المباراة. إذن كرة من الخلف في التقدم الآن حسين فالح. الكرة تلعب، فرصة وتزيد من هذا المكان لكن إلى خارج أرضية الملعب. لا جدوى من الكرات البعيدة يا أمير عبد الله. إذن كرة ستلعب من جانب حارس المرمى. كرة تلعب في الوسط والحكم يستعد لإطلاق صافرة الشوط الأول من أجل ختام هذا الشوط. حسين فالح يلعبون كرة في الأمام، محمد طارق يتابع الأحداث. إذن أيها الأحبة حكم المباراة تنهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم الشرطة على الغراف في استاد القفص بهدف مقابل لا شيء من إمضاء لاعب الوسط عبد الرزاق قاسم. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبيل لحظات من انطلاق الشوط الثاني. داوود ديمي داوود السنغالي الله ديمي داوود يسجل هدف من ركلة جزاء. ديمي داوود في الزاوية وحارس المرمى في زاوية أخرى، ويتقدم السنغالي، يتقدم بأول أهداف هذا اللقاء، وبالتالي هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. شوف أحمد بشار في زاوية
الأقل خسار القوة الجوية بخسارتين بعد الزوراء ب43 والشرطة 5 خسائر. بينما بيتر جورجيز وهدف التعادل، هدف التعادل، جول صقور الجبال، هدف لصقور الجبال. يتعادلون مع بداية الشوط الثاني. بيتر جورجيز الهداف يأتي، الهداف يسجل، يتقدم باليسار ويسجل باليمين. هدف التعادل. عادت المباراة، عادت إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية بل إيجابية بهدف مقابل هدف. 4 دقائق من زمن الشوط الثاني، الدقيقة 49 يسجل بيتر جورجيز هذه الكرة وهذه التصويبة. مر من الأول وبعد ذلك صوب الكرة، مرت من علي عبد الأمير ومرت كذلك من حارس المرمى لتسكن الشباك ليتعادل صقور الجبال بالكرة الماضية. 1-1 الآن. تبادل الكرات هذه خطيرة لمصلحة دوك. صقور الجبال، جول ثاني. الله، هدف ثاني لصقور الجبال، ثاني لبيتر، ثاني لجورجيس، ثاني للهداف. تقدم وسجل، تقدم وثاني. يوه على هذه الكرة، شوف المرور الممتاز وبيساره في منتصف المرمى، بيتقدم بهدف ثاني ليسجل الثاني. امام عمليه الهجوم لفريق الشرطه على مرمى نوروز. المحاوله تستمر داخل منطقه الجزاء، خطيره الان. ممكن مصطفى سعدون. الله، هدف مارادوني لمصطفى سعدون، هدف مارادوني لمصطفى سعدون. الله على اللقطه، على اللمحه، على الجمال، الهجمه لفريق نادي الشرطه. ومصطفى سعدون ذهابا وايابا يسجل في مرمى نوروز. واحد من الاهداف الجميله في دورينا، بكره جميله، بتوغل اكثر من رائع من مصطفى سعدون بعد التلاعب بدفاعات فريق نوروز، يسكنها في الشباك على يسار حارس المرمى هاني شاكر. اذا مصطفى سعدون يسجل هدف اول لفريق نادي الشرطه في الدقيقه الاخيره والخامسه من الوقت المحتسب بدل ضاع. لاحظ الاعاده، لاحظ كيف مر من 2 مباشره والثالث، وبعد ذلك سدد على يسار حارس المرمى هاني شاكر ليسجل اول اهداف المباراه للشرطه في مرمى نوروز. خلاص الشرطة ينهي ويسدل الستار للشوط الأول متقدما بهدف على نوروز وعن طريق المدافع مصطفى سعدون. لاحظ هدف مارادوني وبشكل رائع، مر بطريقة من أمام دفاعات فريق نوروز ليسكنها على يسار الحارس هاني شاكر. لاحظ الفرح، كرات انتقل لاعبي فريق الشرطة مصطفى سعدون اللي قدم مباراة كبيرة في هذا اللقاء أمام نوروز داخل منطقة الجزاء والرأسية وهدف ثاني. جول ثاني، هدف ثاني للشرطة عن طريق أحمد يحيى، يسجل هدف ثاني لفريق الشرطة برأسية في مرمى نوروز. إذا الشرطة في بداية الشوط الثاني والدقائق 12 الأولى من بداية الشوط الثاني، أحمد يحيى يضاعف النتيجة بهدف آخر لفريق الشرطة. الله على أحمد يحيى. غاب مهاجمي الشرطة في هذا اللقاء ويظهر المدافعين، مدافع اليمين ومدافع اليسار هم من سجلوا الأهداف في هذه المباراة. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة على رأس اللاعب أحمد يحيى بالمقاس، يسجل هدف ثاني بكرة جميلة من محمود المواس وعلى الرأس لأحمد يحيى ليسجل من خلال هدف ثاني لفريق الشرطة. إذا الشرطة 2 الآن، لا شيء لفريق نوروز. حاول يمر، ممكن الثالث أتيبة، ليونيل أتيبة، ممكن لسامبو، والثالث. جول ثالث لنادي الشرطة عن طريق اللاعب السنغالي والبديل بولي سامبو. ياهي من فرحة للمدرب أحمد صلاح ولدكة البدلاء لنادي الشرطة ولجماهير الشرطة الحاضرة في ملعب نوروز
بهدف ثالث ونتيجة كبيرة يحققها فريق الشرطة على حساب نوروز في هذا اللقاء. خلاص 3 نقاط جديدة تضاف إلى فريق الشرطة، وانتصار ثاني للمدرب أحمد صلاح المدرب الجديد القديم الجديد لفريق نادي الشرطة. إذا لاحظ التمريرة عن طريق اللاعب ليونيل أتيبا من الكاميروني، من أسد كاميروني إلى أسد سنغالي، وبالتالي هدف ثالث لفريق الشرطة. ينهي المباراة فريق الشرطة على حساب نوروز بهدف ثالث. خلاص نتيجة ممتازة جدا لفريق نادي الشرطة. هذه محاولة زورائية، نقلة لا زالت داخل المنطقة. يوسف عزيز يحاول، لا زالت لم تغادر. قوقية يصوب، جول للنوارس. لقطة شوفها بالإعادة، هذه اللقطة هل غادرت أو لا؟ هنا يتحدثون، هنا يتساءلون، لكن حسن عبد الكريم يدون أول أهداف الديربي. شوف بالقدم اليسرى وباغتت حارس المرمى فهد طالب بانتظار هل الهدف صحيح أو لا، بانتظار قرار حكم اللقاء. هل هي فرحة احتفال هدف للبرتقالي أم تصدي جديد لكوميليو؟ أطاح بكوميل وذهب به على اليسار ليضعها على اليمين بحرفنة. هذا الإفواري يانيك زاكري يتقدم ويضع الكهرباء في مقدمة المباراة من ركلة جزاء، أتقنها وضعها في المرمى وأطاح بحارس المرمى ليسجل الهدف الأول للبرتقالي في مرمى الإمبراطور كاراهير. يانيك زاكري الإفواري يواصل التألق، يواصل الإبداع ويضع الهدف والتقدم للكهرباء. لاحظ كيف ضيع الطريق، كيف ظل كوميل في النظر إلى الكرة، وكوميل الآن كرة وصلت، أو كرة المهاجم وصلت إلى مرمى كوميل، ينظر كوميل إلى كرة في المرمى. 1-0 الآن للبرتقالي من ركلة جزاء. التهور هو الذي أطاح بأربيل، وهذه الإعادة من أكثر من مكان وفي أكثر من زاوية، ويانيك زاكري يسجل الهدف الأول. وهنا إبعاد وهنا صافرة من جانب حكم المباراة، لا شيء. مرتد الآن باتجاه نهاد محمد للثاني. الله مع المطالبة بالمخالفة، عكس الاتجاه، عكس التوقعات. نهاد محمد الذي وصل إلى منطقة الجزاء، الذي حلق وطار، وهنا الختام وهنا التوقيع، وفيها كرة الهدف الثاني، فيها توقيع على الانتصار. ما يفعله البرتقالي خارق للعادة، بداية رائعة للشاطر حسن، ونهاد محمد يتقدم ليسجل الهدف الثاني في مرمى أربيل مع المطالبات بمخالفة. أوهموني وأوهم الجميع، من دون أوفسايد، من دون تسلل. هرب نهاد، وصل إلى منطقة الجزاء، قرر، مر، فتح زاوية، وضع الكرة في مرمى كوميل، وبالتالي هدف ثاني يأتي الآن في مرمى أربيل. في ضغط الآن عالية من جيلان، رأسية رائعة، يا سلام. شيرزو تيميروف يسجل هدف تقليص الفارق وهدفه ال25 هذا الموسم. الكرة الرأسية الجميلة، وشيرزود حاضر ليضع الكرة في الشباك، ليضع الكرة في المرمى. حضر الآن الأوزبكي، وهنا الذئب الذي يسجل الهدف الأول لأربيل في المواجهة مع فرحة الجنرال ورقة صفراء. الآن بوابة العودة لأربيل، واحدة من جيلان ورأسية حاضرة من جديد من جانب شيرزود تيميروف ليضيف الكهرباء إلى ضحايا هذا الموسم. لم يسجل في الذهاب، عاد وسجل الآن في الإياب. لاحظ علي شخوان فتح الجهة اليسرى باتجاه جيلان لقمان، جيلان يحاول بالقدم اليمنى يلعب كرة عالية، وتيميروف ركنها في المرمى من تحت أقدام علي خالد. رأسية رائعة جدا من دون تسلل، هذه الكرة التي لعبت من جيلان ورأسية تيميروف تعيد فريق أربيل إلى المباراة ويقلص الفارق الآن 2 مقابل هدف. وهذه الكرة التي تصل في هذه اللحظات، هدفان لهدف، والكرة في مرمى علي خالد في انتظار أن نرى الهدف الثاني. يا سلام
الكرام، عادت القلعة مرة أخرى لتزهر وتزهو في هذا اليوم، لتعود جميلة كما اعتدناها. 2-2 الآن، عادوا إلى التعادل. شيرزو تيميروف ثنائية جديدة يضيف الأوزبكي وزيارة جديدة في آخر الرمق، يسجل الأوزبكي شيرزو تيميروف في هذه المباراة. باسم قاسم يتحدث ولا زال في الوقت بقية، من الممكن قلب الموازين. لاحظنا الكرة التي تقدم فيها بطريقة جميلة بانينكا لكنها هادئة. لاحظ هنا الكرة في المرمى دون ارتفاع عالي، وموه على حارس المرمى، سدد بطريقة جميلة، يدرك التعادل لإربيل في هذه اللحظات. وصلت لمرتضى، تمريرات مصلحة فريق الميناء، سيطرة، انتقال الكرة مجددا لجهة اليسار، تلعب الكرة العالية، وهنا الكرة الخطيرة، هدف أول لمصلحة نادي الميناء بعد نقلات وتمريرات من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، ومن ثم استلام الكرة بصورة جميلة من النيجيري يايبليف، وبليف يضع الميناء في المقدمة بعد 8 دقائق من بداية هذا اللقاء. خطأ دفاعي قاتل، وبليف استلم الكرة وصوب على المرتاح، وهدف التقدم لمصلحة نادي الميناء. صعب على مصطفى طارق، لكن خطأ كان قاتل من شهاب أحمد بعدم إبعاد الكرة، يعني الكرة مرت وعدت من أمام شهاب، وكان هناك يا بليف إبراهيم لا بليف إلى ياسين سامي أو مهند، لكن قطعت الكرة. عادت مصلحة فريق القاسم البعد عن التمريرة الطويلة. هنا المحاولة، جول، هدف التعادل لمصلحة فريق القاسم. نعم، يعدل فريق القاسم هدف جميل وجميل جدا بعد انفرادة جميلة وحلوة. حلوة الكرة من عبد الله باسم الذي وضعها في مكان جميل جدا، وخروج عمار علي، خروج خاطئ من عمار علي، خرج ولم يحسم الكرة، وبالتالي هدف التعادل. ردة فعل متأخرة نوعا ما من عمار علي مع لعب الكرة، لكن صعب. هنا ياسين سامية يحاول ياسين، هنا التمريرة يا بليف، جول، هدف ثاني. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم من جديد. استاد القفص هو الموعد والمكان، وأودت الشرطة
اليوم قد تكتب إلى أجواء دوري نجوم العراق للمنافسة على اللقب من جديد. أحداث شوط المباراة الثاني ما بين الشرطة والغراف. تركنا الشوط الأول ينتهي بهدف عبد الرزاق قاسم. الآن نحن على أعتاب انطلاق شوط المباراة الثاني. الأجواء أصبحت جميلة. من كان غائبا عن الحضور بعد أن رأى نتيجة مباراة القوى الجوية اتجه إلى الملعب ليعود مرة ثانية للحضور في المدرج من أجل المؤازرة على ملعبه على بيته المحبب. الشرطة يعود رسميا إلى المنافسة من جديد في انتظار هدية من الطلبة والزوراء ونفط ميسان وزاخو. هذا الرباعي في معترك القوى الجوية للوصول إلى لقبه الخامس تواليا. كرة تلعب إلى الأمام والمحاولة تصل مرة أخرى في انتظار المرور. الغراف تغيرت الاتجاهات، أصبح الشرطة على اليسار والغراف على اليمين. أيها الأحبة كرة ونقلة في الوسط. الفرصة الآن واصلة عند حسن داخل بكنترول وخبرة، يحاول مرة أخرى إعادة الكرة في الخلف، لكن الكرة تائهة العنوان. لمن؟ للذي يبحث عنها، للذي هو قريب منها، لكن في النهاية تدخل كان حاضر من فابريس أوغوبوتشو. بينما كرة في وسط الملعب الآن. أمير عبد الله يعيد الكرة في الخلف. انطلاق المباراة يعني انطلاق صافرة انذار شديدة اللهجة للمنافسة على الصدارة. وهذه كرة تلعب من الخلف الآن. سلمون، وصل سلمون يبحث عن زميل بانكا شرطاوي سابق. هنا كرة وهنا في انتظار المرور، لكن استعادة الكرة من عبد الرزاق قاسم. الغراف فريق من دون روح في المباراة. الغراف فريق من دون هوية هجومية في المباراة، لذلك الأمنية كانت بأن يتحسن الفريق لنشاهد مباراة جميلة من طرفين. وهذا التدخل من سلمون بانكا على السوري محمود المواس، اللاعب المهم في فريق الشرطة، اللاعب الذي يسطر مسيرة رائعة. لذلك هم الآن ربما يتهيئون لموسم الوداع لهذا اللاعب. كرة سريعة وعبد الرزاق قاسم يغير في اتجاه اللعب. المحاولة عند أحمد يحيى اليسار، يتدخل أحمد، يحاول أحمد بالذكريات الجميلة الرائعة مع أيمن حسين في مرمى اليابان. حسين علي جاسم يحاول حسين هذه الكرات العالية، ولكن الكرات العالية تفتقد إلى مهند علي كاظم. الكرات العالية تفتقد إلى ميمي العازف الأمهر في الهجوم للشرطة في الآونة الأخيرة، والخليفة الشرعي لأساطير الشرطة في الهجوم لهاشم رضا، ليونس عبد علي وعلاء عبد الزهراء، والقائمة الطويلة العريضة من هداف هذا الفريق الأخضر. هو في رحلة الاحتراف، لكن القلب للشرطاويين دائما وأبدا لا ينسى من وضعوا البصمة والإبهام، ولا ينسى مهند علي أبدا. كرة من الخلف الآن تلعب المحاولة مرة أخرى، النقلة في الوسط، قطع الكرة. المواس قائد الذي يعطي الروح. هنا كرة تلعب الآن، الفرصة من أجل استعادة الروح مرة أخرى. تلعب الكرة ولكنها تغادر إلى خارج أرضية الملعب. حاول أحسن طارق اللحاق بالكرة الأخيرة، لكنها طالت، ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية مع السرعة في الرتم، سرعة في الإيقاع من جانب فريق الشرطة لإعطاء المباراة حالة أجمل مما كانت عليه في الشوط الأول من ناحية الإبداع. كرة خاطئة تقطع الآن، تعود مرة أخرى. هذا في الوسط عباس فوزي يبحث عن سبيل. لاعب ممتاز عباس فوزي. تشوف عباس فوزي لاعب عنده إمكانيات رائعة في منطقة الوسط، خصوصا في المحاور وسط الميدان الدفاعي الذي دائما تشاهد عباس فوزي جيد جدا في الخروج من الكرة بالكرة. دائما ما تشاهد لاعب ليس قوي بدنيا، لكنه يحافظ على كرته، يخرجك من الضغط في الوقت الذي تحتاج أن تخرج فيه من الضغط، وهذا شيء جيد جدا لفرقة تعاني من الضغط في بعض الأحيان. محاولة تلعب الآن من جانب مصطفى سعدون. فهد اليوسف، الفهد يحاول العقيد، لكن فيدلس كوكو قرأ الكرة والتمريرة. فيدلس يحاول، فيدلس الذي يحمل الغراف على كتفيه هذا الموسم يمرر تمريرة خاطئة عادت إلى عبد المجيد. الحرب القائمة في وسط الملعب عنوانها كرات خاطئة دائما من الطرفين. الآن كرة تلعب والفهد يحاول. فهد اليوسف إعادة الكرة في الخلف من مناف، تغيير اتجاه اللعب، عملية التقدم في هذه اللحظات. الآن أحمد يحيى يتقدم إلى الأمام، محاولة التكتيك مع حسين علي جاسم. عودة عبد المجيد إلى الخلف مرة أخرى. عزف جديد، عزف جميل، تجدد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. معاناة للقوى الجوية المتصدر هنالك في القرمة، 3 مقابل لا شيء
في شوط أول يضرب المتصدر يطرح تساؤلات كبيرة عما يجري في البيت الأزرق من ناحية المكان. تلعب كرة واصل عتبة، محاولة تلعب ممتازة، النقلة في وقتها. حسين علي جاسم يتقدم، يصل في منطقة الجزاء، حسين يحاول، كرة الساعد إلى خارج أرضية الملعب. حسين علي جاسم ركنية في هذه اللحظات. محمود المواس أفضل محترف في تاريخ الدوري، نكررها دائما وأبدا لمن يستحق الإشادة. كرة تلعب من جانب المواس، ترسل عالية في منطقة الجزاء، رأسية من عتبة إلى خارج أرضية الملعب. هذه كرة الكاميروني تذهب إلى خارج أرضية الملعب. أفراح جماهير الشرطة متواصلة مع أخبار سعيدة تأتي من الأنبار، عودة إلى الخلف. تدخل أحمد يحيى، عودة إلى الخلف دائما وأبدا، في الخلف الحوارات مستمرة. كرة تصل إلى المواس، يا عتبة، كرة كاد أن يسجل. لاحظ المواس لعب كرة باتجاه عتبة الذي كان حاضرا، سدد كرة وإبراهيم عالمة. الكرة متوقفة وحكم المباراة تقف عند المخالفة الآن. ضربة حرة مباشرة للغراف، ستلعب الآن. أمير عبد الله، أمير يحاول، كرة تلعب عالية رأسية واصلة، ممتاز في الإبعاد حسن أحمد، وهنا التسديدة عادت وتسل الحاضر. هنا الكرة التي تلعب مرة أخرى، محمود المواس، إعادة الكرة في الخلف، تلعب عند فهد اليوسف، عملية التقدم إلى الأمام، فهد، مصطفى سعدون، الكرة العالية وإبراهيم عالمة يحاول ويصل إلى الكرة.
إلى خارج أرضية الملعب. هذه الرمية الجانبية. المواس يتقدم الآن من أجل ضربة للنمس. يا سلام، سكة يمر بها المواس خاصة له، لا يتوقف أبدا. حتى الكوابح لا تعمل عند المدافعين من أجل إيقاف المواس ولا إيقاف كرة المواس. عملية تقدم الآن. أحسان فالح تلعب سريعة. مصطفى سعدون يقف على الكرة، حذاري من الخطأ في هكذا أماكن. الريوان الأمين إعادة الكرة في الخلف مرة أخرى، وأحمد ناظم والمخالفة. لا زال هنالك الكثير من الوقت للعودة للغراف، وأيضا لإضافة المزيد للشرطة. فالح 10 دقائق مرت، 1-0 حتى الآن على كرة عبد الرزاق قاسم. كرة من الخلف. الكرة التي تلعب الآن احسان عبد الله مرة أخرى. فوزي عملية لعب الكرة، فرصة العودة للغراف الآن. لم تستغل هذه الكرة مع إعطاء فرصة من حكم المباراة. تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا حسين علي جاسم. كرة عالية للغراف، لا زالت في منطقة الجزاء. حسن داخل، قطع الكرة حاضر الآن. إعادة الكرة في الخلف. كرة تلعب والمحاولة تصل. لا زلنا نبحث عن هدف يا محمود، نبحث عن هدف يا خليفة نزار في بغداد. عادت الكرة والمحاولة تصل. فيها تدخل، فيها انذار. ليس هنالك فقط انذار، هنالك قطع للكرة. احمد يحيى من اجل هدف جديد. احمد الان بصمة جديدة في مرمى الغراف، كرة الى خارج ارضية الملعب. كرة ومحاولة مناف إلى الخارج. تغيير في هذه اللحظات. أنيس المعاري عالية الكرة في منطقة الجزاء. المتابعة حاضرة لكنها إلى خارج أرضية الملعب أيضا. حسن داخل، حاول متابعة كرة لكن عبد المجيد هو الأقرب. هذا أنيس، هل تأنس به النفوس ويسجل هدف البقاء في المباراة؟ عباس فوزي يغادر، هو الخيار المطروح. ركنية الآن في هذه الدقائق على يمين حارس المرمى حسن أحمد. هل تكتب عودة الغراف من هذه الكرة؟ في انتظار التنفيذ، تهيؤ في هذه اللحظات.
كرة عالية، حسن أحمد يبعد وإلى الخارج، ركنية جديدة. خطر الكرات دائما وأبدا حاضر بمحاولة تصل عالية في منطقة الجزاء، استلام ورأسية، متابعة ومناف، يتدخل عبد المجيد. فيها وصول الآن أنيس، كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا مناف يونس، شريف عبد الكاظم، بولي سامبو. خيارات مبكرة للسيد أحمد صلاح. شعر بين الفرقة ليست بالكفاءة الكاملة. حسين علي جاسم يغادر، وهل يغادر أتيبا أم يغادر محمود المواس؟ أعتقد مغادرة لأتيبا أقرب، مهاجم بمهاجم، أم أن الشعر بأن المغادرة من أحقية المواس؟ حسين علي جاسم، شريف عبد الكاظم بديلا. شريف الطلبة والقوة الجوية أيضا، من لم يكن مجرد عابرا في ممرات هذا النادي، من كان ولا زال الروح التي تسكن الشباك والنبض الذي يحرك المدرج. جاء من بلاد الياسمين فسرع في أرض الرافدين، مجدا يحسب بالذهب، يغادر المواس. عادت الكرة مرة أخرى لتلعب عالية. السنغالي سامبو، الوافد من دهوك من صقور الجبال، يشترك الآن لإعطاء حرية لليونيل أتيبا. المخزون البدني عند أتيبا أكبر، لذلك الوضع يبقي أتيبا ويجعل مواس يغادر. محاولة وكرة، الدقيقة السادسة وقت العداد عبد الرزاق على الهدف الأول، والمباراة لا زالت تسير ونحن نبحث عن ما هو جديد. كرة تلعب في هذه اللحظات وتصل لصالح نادي الشرطة. هنالك راية موجودة ومخالفة، ضربة حرة مباشرة كما يقول مساعد الحكم. غضب من المساعد حسن كمال والمدرب قحطان كثير. وضع أحمد يحيى في التدخل الأخير. وضربة حرة مباشرة الآن حاضرة لصالح فريق الشرطة الآن، أو عفوا الغراف على الشرطة. المشاهد هدف التعادل من هذه الكرة اللي يصعب المنافسة فريق الغراف. كرة عالية في منطقة الجزاء، حسن أحمد يتقدم لإبعاد الكرة، تعود مرة أخرى حسين طارق في كرة، هنالك طلب للكرة لكن تقدير خاطئ، وإعادة الكرة مباشرة أو استعادتها من جانب لاعبي الغراف. الكرة تعود مرة أخرى، عبد المجيد مخالفة حاضرة، والكرة التي لا زالت تصل في وسط الملعب على عبد المجيد بعد التدخل على حسن داخل.
ضربة حرة مباشرة للغراف. إذن من جديد الكرات الثابتة فيها خطر. وحسن داخل يعاين على المرمى في نظرة من الممكن أن نشاهد من خلالها هدف. إذن نشاهد هدف من كرة ثابتة. أحمد ناظم تترك إلى حسن الاختصاصي، لكنها تعود مرة أخرى تسديدة، وحسن أحمد يسيطر على الكرة. عادت الكرة من جديد في الدفاعات. لا زال هنالك عتب، الأمور تسير. 20 دقيقة باقي 25 ولا زالت الأمور بال1-0، نتيجة لا يثق بها كثيرا المشجع الشرطاوي بالمناسبة، لكن في الجانب المقابل الأمور الآن تبحث عن مخرج. دم بالروح الدوري، لا مصممين مصرين، يعني دافع يعطون للفريق، يتحملون مسؤوليات كبيرة. وإن كنت صنعت التاريخ لكن إن لم نقدم أداء يقربنا من الدوري فعليك المغادرة، وهذا ما يحدث في كل موسم يكونون فيه قريبين. الاستحق عبد المجيد بطاقة، الحكم يؤجل موعد، يرى بأن الأمور طبيعية فيها تدخل، مخالفة يكتفي بالمخالفة. هتافات لمحمود المواس، حقيقة لاعب كبير، لاعب يقدم مستويات رائعة، لم يكن مجرد عابر في ممرات النادي، بل كان ولا زال الروح التي تسكن الشباك والنبض الذي يحرك المدرج. جاء من بلاد الياسمين فزرع في أرض الرافدين مجدا يحسب بالذهب. 4 تيجان للدوري كانت شاهدة على سطوته، وكأس وسوبر صب في قوالب إبداعه. فيا من كنت تروض الكرة كأنها قصيدة وتغازل المرمى كأنك نزار في ذورة بوحه، تركت في كل زاوية من ملاعب البلاد صدى لأهدافك لا ينسى، وفي قلب كل شرطاوي غصة لرحيلك. لقد كنت بلقيس الحكاية التي انتهت قبل أن نرتوي من جمال فصولها. هذا المواس، وهذا ما فعل، وهذا ما يوصف به هذا المجد. لاعب كبير. إذن أتباع 1-0، هل ستكون النتيجة الجديدة؟ هنا كرة ومحاولة في هذه اللحظات، شريف وأحمد، بولي سامبو، مصطفى سعدون، والانتظار. فالح يأخذ وقته، يتلاعب الأعصاب. كرة تنقل إلى الأمام لكن فقدان الكرة. ثلث الهجومي مغير لفريق الغراف. تأخذ نظرة في الدكة لفريق الغراف، عند بلنت، عند الحضري، عند البشير، عند مصطفى كوناتي، حسين عبد الواحد، مهدي فيصل، وحسن فلاح، علي خالد، وعباس محمد، ومصطفى ثنائي المرمى. كرة تلعب الآن فهد اليوسف للثاني ولكنها طالت على أتيبا، طالت على ليونيل. صافرة والتدخل حاضر. أحمد صلاح علوان طموحه كبير بلقب جديد يضاف إلى سجلاته. هذا لقب الدوري في 23-24 عندما كان قد خطفه من فم الحوت. تعود الكرة في الخلف للغراف، للعودة للتعديل. خطفت، كان حسن أحمد حاضر وتصدى بشكل رائع جدا.
يعتذر مناف يونس من الجماهير. ايش تعمل يا مناف؟ ماذا تفعل يا مناف؟ لولا حارس المرمى لشاهدنا هدف في التعديل الذي يعتبر هدية يقدمها الغراف للمتصدر. إذن أحمد الحضري التونسي يشترك في هذه اللحظات بديلا لمقتدى سعد. تغييرات قحطان، هل تعيد الفريق إلى المباراة؟ الغراف، وهنا المحاولة. فيدلس كوكو استلم بشكل رائع في مكان رائع وسدد الكرة إلى خارج أرضية الملعب في النهاية. سلامات لفيدلس كوكو. الجماهير تترقب أحداث تنتهي هذه المباريات في لا ليغا العراق، تذهب إلى كلاسيكو العالم في لا ليغا إسبانيا. ما بين الريال والبارسا. سلامات لفيديلس كوكو، شد عضلي. الدور على بسام صانع البسمة في الشرطة أن يشترك في هذه اللحظات. بسام شاكر، الورقة الجديدة التي يدفع بها المدرب السيد أحمد صلاح علوان. أطيبة غادر وبسام، تنشيط في الهجوم، خيار الأمثل. سلامات لفيدلس. الوقت يمضي. جراهام ينظر، والمونديالي علي عباس النجم لامع في سماء. علي عباس مدرب اختصاص كأس العالم المونديالي. جراهام استراليا مع منتخبنا نجاح كبير. رفقة نجم المنتخبات الوطنية علي عباس. إذن بسام في الوسط. شريف عبد الرزاق، مخالفة لصالح عبد الرزاق في هذه اللحظات. مهم جدا في الفرقة عبد الرزاق، شروع لاعب محور رائع. كرة من الخلف مع سلسلة التمريرات فعدل يوسف. تعود الكرة والمحاولة إلى شريف. صواريخ الشرطة عند هذا الرجل. حقيقة دائما وأبدا كرة إلى خارج أرضية الملعب. التسديدات البعيدة. لا زالت ومحاولة فيها صافرة من حكم المباراة مع ورقة صفراء على ريوان الأمين الذي طرد في مباراة نفط ميسان. ريوان الأمين يتلقى انذار في هذه اللحظات. تدخل بقوة على حسن داخل.
ضريوان إذا في انتظار انتصار ثالث تواليا لسيد أحمد صلاح. ضربة حرة مباشرة عند فيدلس كوكو. لا زال فيدلس في الربع ساعة الأخيرة. هو لعبها وصلت، حاولوا الآن وفي انتظار الهدف، في انتظار الهدف قطعت وعادت مرتدة عند فهد اليوسف. الفهد ينطلق والكرة تعود في هذه اللحظات إلى حارس المرمى إبراهيم عالمة. وصلت المحاولة إلى حسن أحمد. حارس مرمى شرطة الذي يحافظ على الكرة في هذه اللحظات. إذن أقوى خط هجوم في الدوري هذا الموسم يبقى فريق الشرطة. هنا التدخل، غدا 5 مباريات. كهرباء نوروز في 5:30، الكرخ بغداد، النجف وإربيل. الجانب المقابل زاخو، ديالا والموصل والطلبة. مباراة مهمة، وهذه كرة يا شريف إلى تدخل وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. من أجل هذه الكرة توصل شريف وبسام شاكر. لاحظ بسام لعب الكرة، فتح اللعب وفي آخر لحظة حسين طارق في آخر لحظة. كرة عالية من الركنية تصل إلى خارج أرضية الملعب. وصلت في هذه اللحظات بداية جديدة. كرة تلعب، فالح في كرة وصلت الآن لصالح لاعبي الغراف. وتسديد الكرة تعود من جانب دفاعات الشرطة. من جديد إعادة الكرة، الرأسية حاضرة. لا زالت الأمور سائرة. تسديدة قوية تذهب إلى حسن أحمد. لاحظ هنا الكرة التي حاول فيها حسن داخل، ولكن حارس المرمى كان حاضر، كان صاحي. كرة في الأمام، نقلة، محاولة وبسام. تلعب هذه الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. سلامات للاعب نادي الشرطة. كرة تلعب مرة أخرى، لا زالت المحاولات. حسين فالح ونقلة عالية ممتازة لهدف.
يا لها من كرة يا تونسي، يا لها من كرة يا أحمد الحضري. كان من الممكن أن يعيد الغراف إلى المباراة بالنيران الصديقة أيضا. لاحظ الكرة الرائعة، وصل لعب الكرة في النهاية من أقدام مناف، كاد أن يكون هدف التعادل حاضر. شوفوا ما جرى وما حصل. ركنية حاضرة لصالح فريق الغراف في العشر دقائق الأخيرة. كرة عالية في منطقة الجزاء، الرأسية إلى الخارج. أضاعوا طريق المرمى لاعبي نادي الغراف في هذه المباراة. فرص أتت وكان من الممكن العودة على الأقل بالتعادل. شوف الكرة والمحاولة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. عالية هذه الكرة، رأسية. عملية الضغط الآن إبراهيم عالمة في الوسط. تصل الكرة أمير عبد الله، حسن داخل وأحمد ناظم. كرات ومحاولات ومتابعة حاضرة. لا زالت الفرصة قائمة الآن لصالح فريق نادي الغراف. على الطرف إرسال الكرة، عملية التسديد للعودة إلى المباراة، لكن لم تكتب هذه العودة. دومينيك ميندي، مغادرة فهد اليوسف في هذه اللحظات. مغادرة مع تحية لفهد اليوسف، لاعب كبير، لاعب مهم في الفريق. إلى هنا السنغالي بطموح انتصار وطموح لقب. كرة من الخلف يوم الخميس، انطلاق الجولة 35. هذه الكرة تلعب عالية، فيدلس لا شيء يقول حكم المباراة. شرطة سيلاعب ديالا في ديالا يوم الجمعة 15 من مايو. كرة تلعب في هذه اللحظات. أحمد يحيى يمر، يحاول أحمد يحيى، اللاعب مهاري يأخذ مخالفة، ضربة حرة مباشرة. هو جوي يواجه الطلبة في ذات التوقيت. ديالا والشرطة يوم الجمعة أحداث ستكون مشيقة. هذا أحمد يحيى في المحاولة، وهنا الجماهير حاضرة فرحة واحتفالات في البيت الأخضر. لاحظ هنا المتابعات، هذه لقطة فيدلس كوكو
مع مصطفى سعدون. هل فيها مراجعة من الVAR؟ هل في تغيير في هذه اللحظات؟ إذن حكم المباراة البشير يشترك في هذه اللحظات. التونسي الآخر ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات. هل في هدف ثاني للحسم؟ فيديلس كوكو غادر. إذن من هذه الكرة الثابتة ننتظر، والكرة العالية فيها تدخل من سلمون، رأسية بن بوبكار القائد، إبعاد فابريس في انتظار التحولات، رأسية مناف يونس. بسام شاكر يلعبها قوية من بسام، هذه الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. فوز 22 للشرطة في الطريق، 7 تعادلات و5 خسائر. المرة 13 يحاول الشرطة الخروج بشباك نظيف، بينما الغراف الذي الآن في طريقة لخسارة جديدة هي 15 مع 10 انتصارات و9 تعادلات. هذا سامبو، بولي جونيور سامبو. إعادة الكرة، بسام شاكر، عبد المجيد، عملية التمرير، وهذا عبد الرزاق. تعود الكرة مرة ثانية، ميندي إلى عبد الرزاق من أجل هدف ثاني، لكن في آخر لحظة فابريس يبعد هذه الكرة. فابريس غوبوتشو يبعد هذه الكرة. تدخلات وسيطرة للشرطة في هذه اللحظات. بسام شاكر، وهذا أحمد يحيى، والكرة عالية، سامبو مرت على بولي سامبو. لقب التاسع يواصل البحث عنه فريق الشرطة. دومينيك ميندي، عبد المجيد والحضري والغراف قد يفعلها في هذه الدقائق. كرة عند أمير عبد الله من الطرف، ضغط حاضر داخل، تلعب كرة سريعة، سيم فالح إلى الطرف، أحمد ناظم مرة أخرى، البشير يحاول، تونسي، سيم فالح، وحسن داخل يسدد. لم تعد مدافع حسن داخل تعرف طريق الشباك. والله كبرت يا حسن يا داخل. هذه الأهداف التي كان يتقنها مع النفط، مع نفط الوسط. الآن الفارق أصبح 4 ما بين الشرطة والقوى الجوية. شيئا فشيئا بدأ الشرطة يقترب.
محاولة وكرة عالية. هذا البشير أربع دقائق وقت مضاف يعطيها حكم المباراة. هل كافية لعودة الغراف أم أن الأمر انتهى؟ الكرة العالية بعيدة مرت على الحضري إلى خارج أرضية الملعب. كلينش جديد، هدف جديد يضاف. هدف السادس والستين لشرطة هذا الموسم. أفراح مستمرة في البيت الأخضر. مبارك هذا الفوز، مبارك هذا الاقتراب. فرقة مميزة في الشرطة، جماهير تواصل ثقتها بالفريق، وفريق يقدم عطاء كبير، استمرار وامتداد لنتائج المواسم السابقة. مصطفى سعدون في الوسط، عبد الرزاق، ميندي، قطع الكرة، تعود المحاولة للغراف. السومري، حسن داخل، أمير عبد الله، تعب أمير عبد الله، خزون البدني يأخذ دورة. هذا حسن داخل يلعب الكرة، الحضري قد يفعلها. سن، لمسة يد، مطالبات بركلة الجزاء، ضغط على حكم المباراة. كونتر اتاك مرتدى الآن شريف. هل تأتي ركلة الجزاء التي تغير الحال؟ فالح، كرة ضائعة، غضب من جانب لاعبي الغراف. بسام للإنهاء يا بسام. في النهاية إبراهيم عالمة مع ضغط من لاعبي الغراف على العودة إلى الVAR. هل في لمسة يد؟ كرة لعبت، فيها لمسة يد على أحمد يحيى. هذه كرة تشيكينج بنالتي في هذه اللحظات. هل لمس اليد لم يكن حاضر؟ اعتمد يده ذاهبة باتجاه حماية أو وضعها خلف جسمه أم ماذا؟ حسين طارق، يطلب التنفيذ حكم المباراة. كرة عالية واصل إلى أحمد يحيى. البشير وأحمد يحيى. كرة إلى الأمام في انتظار تقدم البشير، وهذا عبد الرزاق. ضغط حاضر في الخلف، كرة عند ريوان الأمين. في الوسط عبد الله، أمير، هل تنصف الكرة فريق الغراف بهدف التعادل بعد كرة ضائعة؟ هو ليس إنصاف تسمح للفريق بتسجيل هدف، لأن الأفضلية كانت للشرطة في المباراة حقيقة. عودة البشير في الخلف، بسام شاكر يحاول مرة ثانية عبد الرزاق، وعملية التقدم الآن. إذن في انتظار الوصول، كرة من الطرف. سامبو ومصطفى سعدون، ضياع الوقت الآن. بولي جونيور سامبو مع البشير. كرة للغراف، خاطئ هذه التمريرة، لم تصل إلى حسن داخل. تراجع لاعبي الغراف في هذه اللحظات. ريوان أمين يلعب كرة ريوان. إذن أيها الأحبة، حكم المباراة يطلق الصافرة معلنا عن نهاية هذه المواجهة بانتصار الشرطة للغراف بهدف مقابل لا شيء. مبارك للشرطة، هاردك للغراف. الشرطة وصل إلى النقطة 73 بفارق 4 نقاط عن
القوى الجوية المتصدر. هنا هذه اللقطة فيها لمسة يد، لكن يد أم بظهر لا أعلم. إذا تترك لذوي الاختصاص. إلى هنا أترككم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء.